أيها الإخوة المواطنون، تتفق أو تختلف، أو سواء كنت من المؤيدين أو المعارضين لسياسات محمد حسني مبارك، اللي خلينا نتفق إن كان في فترة الحكم بتاعته مساحة ولو ضئيلة جدا من حرية الإبداع السينمائي. أهو على الأقل كانت موجودة، على رأي المثل الطشاش ولا العمى، لدرجة إن كان في أفلام جريئة بتقدر تنتقد النظام بشكل واضح جدا. النهاردة هنستعرض أهم الأفلام السياسية في مصر في الفترة من 1981 لحد 2011، وهي فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. بس قبل ما ندخل في الحلقة عايز افكركم ان احنا لسه ما وصلناش لل1000 سبسكرايبر زي ما اتفقنا الحلقة اللي فاتت. فيلا روح اعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات وهات فشارك وتعالى. خليني في البداية أنوه إن الحلقة دي ليست حلقة عن السياسة، هي مجرد رؤية فنية لأفلام في الفترة دي حملت طابع سياسي وانتقاد للنظام في عز جبروته. فسواء كنت مؤيد أو معارض تقدر تتفرج على الحلقة من غير أي مشاكل، وأنا كمان مش بتاع سياسة، أنا بتاع سيما. أول سنة هنقف عندها سنة 1983، وكان فيلم الغول بطولة عادل إمام وفريد شوقي، قصة وحيد حامد وإخراج سمير سيف. الفيلم باختصار بيحكي عن صحفي كان قاعد في بار وحصل جريمة قتل، والكان القاتل هو ابن رجل الأعمال الشهير فهمي الكاشف. والحقيقة هو بيبلغ عن القضية ديت، وبعلاقات الرجل الأعمال ده بيقدر يطلع ابنه من القضية وبياخد براءة تماما. فبيضطر عادل إمام البطل ان هو ياخد حق الراجل اللي مات عن طريق ان هو يقتل فهمي الكاشف نفسه وسط رجاله. وهنا الفيلم بيوضح لغياب القانون وازاي تزاوج السلطة مع رجال الأعمال، وازاي ممكن القانون حتى يشترى. بنوصل لسنة 1986، والفيلم الرائع والأساسي بتاعنا النهاردة هو فيلم البريء للمبدع أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وجميل راتب. والحقيقة الفيلم كان من تأليف وحيد حامد وإخراج المبدع برضو عاطف الطيب. الفيلم باختصار بيحكي عن مجند من جنود الأمن المركزي، وكان هو أحمد سابع الليل هو أحمد زكي، وإزاي إن هم بيتم غسيل مخهم وإقناعهم إن أي حد بيجي المعسكر من السياسيين ده خائن للوطن ويجب أن يعامل معاملة سيئة توصل لحتى القتل، لحد ما بيصطدم أحمد سابع الليل مع حسين وهدان صاحبه وابن بلده اللي علمه الوطنية وقال له ان الخدمة في الجيش هي اسمى معاني الوطنية. وبهنا بنشوف المشهد العظيم اللي احمد زكي فيه بيقول عمر ما يكون حسين وهدان من اعداء الوطن ابدا. وهنا بيتصدم الصدمة الكبيرة وبيعتقل هما الاتنين، وبيموت بعد كده صديقه ممدوح عبد العليم. وبينتهي الفيلم في النهاية الحقيقية للفيلم بان البطل بيقتل كل الضباط والعساكر الموجودين في المعسكر. الفيلم بيتم منعه في الاول العرض من السينمات، وبيتعرض بعد كده لما بيتم الموافقه ان يتشال المشهد الاخير من الفيلم ويتحط مكانه بس لغايه الصرخه بتاعت احمد زكي ويتساب كنهايه مفتوحه. وبيتصادف ازمه الفيلم مع اندلاع احداث الامن المركزي في فبراير 1986، وكأن الفيلم نبوءه عن ما سيحدث. لكن وحيد حامد قال هي مش نبوءه اكتر منها قراءه صحيحه لحال المجتمع في الوقت ده. بعد كده في 2005 بيتعمل عرض الفيلم كاملا في المهرجان القومي للسينما في تكريم للمبدع احمد زكي لما توفى سنة 2005. والفيلم موجود على اليوتيوب، فيلم جميل اللي ما شافوش لازم يتفرج عليه. بنوصل بقى لسنة 1990 ومع فيلم الراقصة والسياسي لنبيل عبيد وصلاح قابيل واخراج سمير سيف، وبرضه القصه كانت لحسين عبد القدوس والقصه السينمائيه كانت لوحيد حامد. الفيلم بيرصد علاقه سونيا سليم الرقاصه المشهوره بالرجل السياسي اللامع في الفتره دي اللي هو كان صلاح قابيل، وبيحصل بعد كده ان هي عايزه تعمل ملجأ للايتام مش بيوافقوا، وبتهيأ بعد كده ان هي بتنشر مذكراتها الشخصيه وهتفضح بعض السياسيين، وده سبب ذعر للحكومه في الوقت ده. الفيلم بيرصد لفكره ان الرقص مش بس بالوسط، كمان السياسيين بيرقصوا بلسانهم. بنوصل لسنة 1992 ومع فيلم العظيم وهو ضد الحكومة. الفيلم بطولة أحمد زكي وأبو بكر عزت ولبلبة، قصة وجيه أبو ذكري وسيناريو وحوار لبشير الديك، وإخراج المبدع دايما هو عاطف الطيب. فيلم ضد الحكومة من اسمه يعني فيلم يخض،
انا لغايه دلوقتي مش متخيل هم ازاي وافقوا ان فيلم زي ده يتعرض، بس الحمد لله ان هم وافقوا عليه. الفيلم بيحكي باختصار ان المحامي اللي كان بيلعب دوره احمد زكي بيرفع قضيه على الحكومه نتيجه حادثه الاتوبيس المدرسه مع القطر، وكان بيطالب في الفيلم ده باقاله الحكومه. الفيلم فيه حوار قوي جدا بينتقد النظام بشكل واضح جدا، وان المسؤوليه لا تقع على العمال او عامل السنافور في القطر، لكن بتقع مباشره على الحكومه وعلى رئيس الوزراء. الفيلم كان مثير للجدل في الوقت ده، وبرغم كده تم الموافقه عليه. كان اضعف الايمان ان الحكومه في الوقت ده ان هي تطلب بتغيير الاسم من ضد الحكومه لاي حاجه تانية. نوصل بقى لسنه 1992 وفيلم الارهاب والكباب، بطوله عادل امام ويسرى، واخراج شريف عرفة، وتاليف وحيد حامد. الحقيقه الفيلم ده بيرصد لفكره التعنت الوظيفي والفساد الاداري، بان واحد عايز ينقل ولاده من مدرسه للتانيه، فوصل مجمع التحرير وتحول لارهابي بالصدفه بان هو لقى نفسه ماسك سلاح. الفيلم بيناقش باختصار هو ان ساعات الفساد اللي موجود في البلد يدفع ناس انها تبقى ارهابيين، ولكن الفيلم كان بيعرض كمان بشكل ساخر لتعامل الحكومه مع الازمات. ونخش بعد كده على الفيلم العظيم طيور الظلام سنة 1995، برضه تأليف وحيد حامد، إخراج شريف عرفة، من بطولة عادل إمام ويسرى وجميل راتب وأحمد راتب ورياض الخولي. الفيلم بيحكي عن 3 محامين، محامي كان تبع الدولة وهو عادل إمام، ومحامي تبع الجماعات الإسلامية وهو رياض الخولي، ومحامي تاني بيتجه إنه يبقى موظف عادي وهو أحمد راتب، وده اللي يمثل الشعب. والفيلم بيحكي عن الموائمات والتوازنات بين الحكومة والجماعات الإسلامية في إطار الدولة. وبنوصل كمان لسنة 1996 وفيلم النوم في العسل، بطولة برضو عادل إمام وشيرين سيف النصر، واخراج برضو شريف عرفة وتأليف وحيد حامد. الفيلم بيرصد باختصار عن ظاهرة غريبة تفشت في المجتمع، وهو الضعف الجنسي. حلوان اتضربت. الفيلم كان كوميدي بيعرض لفكرة تكتم الحكومة عن أي أمر بيحصل في البلد من غير ما تواجهها بشكل حقيقي، وكأن الحكومة نايمة في العسل. أحب أقول إن بلدنا بخير وشعبنا بخير ورجالتنا بخير. ونفتكر برضو في فترة التسعينات كان في فيلم بخيت وعديلة الجزء الثاني، وفيلم الواد محروس بتاع الوزير، والفيلمين كانوا بينتقدوا مجلس الشعب بشكل كبير جدا. وكمان كان في فيلم الهروب لأحمد زكي، واللي كان بيوضح قد ايه ان الحكومة بتستغل اي حدث بيحصل في المجتمع لإلهاء الرأي العام. وبنخش الألفينات، وفي 2003 تحديدا فيلم عايز حقي، بطولة هاني رمزي وهند صبري، وإخراج أحمد نادر جلال. الفيلم بيرصد ان مواطن كحيان مش لاقي ياكل بيقرا ماده في الدستور ان ممكن يقدر يبيع حقه في البلد لو قدر يجمع توكيلات بشكل معين. الفيلم هنا بيتعرض لفكره ان الحكومه والرئيس ما هم الا موظفين بيديروا املاك الشعب. وبرضه في 2003 بيبقى فيه فيلم معالي الوزير من بطولة أحمد زكي ولبلبة وعمر الحريري، قصة وحيد حامد وإخراج سمير سيف. الفيلم بيرصد قد ايه التخبط في اختيار الوزراء، وان كمان اختيار الوزير الفاسد في الفيلم ده واللي هو كان احمد زكي جاء عن طريق الخطأ، واللي بتجيله بعد كده كوابيس كتيرة جدا، وبتهيأله ان اهله عايزين يتخلصوا منه. والفيلم فيه اسقاط سياسي على مدى الفساد وعلى مدى المعاناة النفسية اللي بيعاني منها الوزراء. تم السماح للفيلم ده على الرغم من انه هو بيشير باصابع الاتهام الى كل الوزراء حتى رئيس الوزراء. نوصل 2006 مع فيلم عمارة يعقوبيان، فيلم من بطولة عادل إمام ونور الشريف ويسرى وهند صبري، ومن تأليف الروائي علاء الأسواني، وسيناريو الحوار كان لوحيد حامد، والإخراج لمروان حامد. الحقيقة الفيلم بيرصد التغيير في التركيبة السكانية في مصر منذ بدء ثورة 1952 لحتى تسعينيات القرن الماضي، عن طريق ناس عايشة جوه عمارة في وسط البلد وهي عمارة يعقوبيان. الحقيقة الفيلم فيه اسقاطات سياسية مباشرة على ناس بعينهم موجودين في السلطة بما فيهم الرئيس نفسه. رغم التغيير في احداث القصة نفسها الحقيقية بتاعت علاء الأسواني، لكن برضو حاجة تحترم ان يتم عرض هذا الفيلم في عز سطوة النظام في عصر حسني مبارك. نوصل 2007 مع فيلم هي فوضى، بطولة خالد صالح ويوسف الشريف ومنى شلبي، تأليف ناصر عبد الرحمن، واخراج يوسف شاهين وخالد يوسف.
الفيلم بيرصد توحش رجال الشرطة في فترة ما قبل 2007، والفيلم بيقول ان مفيش رقيب ولا حسيب، وان كل اللي بيحصل هو طبقا لأهواء امين الشرطة اللي هو كان خالد صالح في الفيلم ده. في الفيلم ده لأول مرة بنشوف مشهد هجوم الشعب على مركز الشرطة اللي كان حسب صناع الفيلم هو مركز الظلم في المنطقة، وكأن الفيلم بيدينا نبوءة عن ما سيحدث في ثورة 25 يناير 2011. كان جرس انذار للنظام اللي ما خدوش بالهم منه. اللي بيحصل ده انتوا السبب فيه. وصل بقى سنة 2010، وهي السنة التي تسبق تنحي الرئيس محمد حسني مبارك، مع فيلم بنتين من مصر. فيلم بنتين من مصر من بطولة صبا مبارك وزينة وإياد نصار وطارق لطفي، ومن إخراج وتأليف محمد أمين. الفيلم سياسي اجتماعي بيناقش فكرة تأخر سن الزواج والعنوسة عند الشباب، وإن المخرج هنا بيقول إن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر هي سبب هذه العنوسة. الفيلم في بدايته بيعرض مشاهد من اضرابات المحلة اللي حصلت في ابريل 2008. الفيلم كمان بيهاجم السلطة باعتبارها المسؤول الرئيسي عن حادث العبارة السلام في 2006. حتى في الفيلم ده جايب التهنئة بين الرؤساء العرب كلهم بما فيهم الرئيس حسني مبارك على قدوم عيد الفطر، والناس كلها قاعدة بتعيط وكأن الحكومة في وادي والشعب في وادي تاني. تبادل السيد الرئيس محمد حسني مبارك التهاني مع الزعماء العرب، متمنيين أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الأمة العربية بألف خير. قبل ما نختم نفتكر مع بعض مسرحية الزعيم للزعيم عادل إمام في التسعينيات، واللي فيها كان بينتقد الحاكم بشكل واضح وصريح وكمان بشكل كوميدي، وبرغم كده كمان حتى اتذاعت في التلفزيون. قبل نهاية الحلقة أنا هنا مش بدافع عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بس هي الفكرة أنا حبيت أرصد واقع كان حاصل. في أفلام كتيرة ما اتمنعتش ودي كانت حاجة حلوة جدا، بس على الجانب الآخر في أفلام كتيرة اتمنعت. لو كان فيها فعلا حرية الرأي أو حرية التعبير في السينما والدراما كان هيبقى عندنا أفلام كمان أقوى من اللي احنا اتكلمنا عنها دي 100 مرة. طبعا في حد هيقول لي إن ده حصل برضو مع أيام جمال عبد الناصر، كان فيها أفلام سياسية وأيام أنور السادات. أيام عبد الناصر كان النقد كان لفترة الملك، وايام السادات كان في سماح للافلام اللي تنتقد نظام عبد الناصر. مختلف هنا في فتره حكم الرئيس الراحل حسني مبارك ان الانتقاد كان للنظام في ظل وجوده. في نهايه الحلقه بشكركم على المشاهده، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو في اي فيلم انا نسيته برضو بيتكلم او في طابع سياسي ممكن تحطوه تحت في التعليقات ونتكلم عنه. ويلا اعمل شير مع اصحابك واعمل لايك للحلقه سواء عجبتك او ما عجبتكش، مش مبرر يعني، واعمل سبسكرايب للقناه واعمل تفعيل لشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وقبل ما انهي الحلقه هسيبكم مع المشهد ده اللي فيه محمد صبحي بيقلد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في مسرحيه ماما امريكا، واللي بالرغم ان هو بيتعرض لشخص الرئيس بشكل مباشر بيقلده، الا ان المسرحيه دي ما اتمنعتش من العرض وكمان اتعرضت في التلفزيون المصري. هسيبكم مع المشهد ده ودمتم باحسن صحه واحسن حال مع اسامه فارس بتاع السي.